السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. يوم جديد وفيديو جديد كله نشاط وكله حيوية، وبادئ من الساعة 5 الصبح. ايوه، بادئ من الساعة 5 الصبح. تعالوا بقى اقول لكم انا مشيت اول يوم دراسة ازاي، بكل تفاصيله وبكل تكاته وبكل حركات. قبل بقى ما نبتدي الفيديو كده، اسألوا على الحبيب محمد في الكومنتات، ولايكات كتير وشير كتير ودعوة حلوة منكم كده ليا. تعالوا بقى كده نبتدي الفيديو. اول حاجة كده بدأت الفيديو بكل حماس وبكل طاقة. اول حاجة كده بعملها انك انت تصلي الفجر وتشوفي بقى هتعملي ايه. وانا من الناس ارفع ايدي كده واقول انا بحب ايام المدارس وبحب ايام الدراسة. هتقولي لي لا ايه يا دعاء؟ هقول لكم بحب النشاط وبحب الحيوية، وبحب ان انا اصحى بدري اخلص كل اللي ورايا. يوم كله بيبقى طاقة، ويوم كله بيبقى حيوية زي ما انتم شايفين في قلب الفيديو. انا يومي بادئ من الساعة 5 الصبح، كل تفاصيل وكل اسرار. تعال اقول لكم انا بمشي يوم ازاي، بحاجات بسيطة جدا جدا هتخليكي ناشطة، وهتخليكي تخلصي شقتك دي مسافة ساعة، وهتنامي براحتك وتقومي براحتك وهتقومي فايقة كده. تعالوا بقى كده نسمي ونصلي على الرسول ونبتدي الفيديو ونشوف اول حاجة كده عملناها في يومنا الجميل دي هي ايه. بصوا يا بنات، عشان ما يبقاش كلام فيديوهات وخلاص، زي ما انتم شايفين كده الصورة غمقت، لا مش الكاميرا اللي باظت. انا فعلا كنت صاحية الساعة 5:15 الصبح. صليت الفجر وقمت زي ما انتم شايفين كده، كان عندي دورة غسيل غسلتها نشرتها زي ما انتم بردك شايفين كده. انا بحب الصحيان بدري، انا بحب الفوقان بدري، انا بحب كل حاجة اعملها بدري. وزي ما انتم شايفين كده اليوم بادئ معايا من بدري. الشغلانه البدريه منسيه، والناس اللي بتحب تصحى بدري كده تكتب لي في الكومنتات. تعالوا نعمل بقى للاولاد حاجات جميله كده ياخدوها معاهم في اللانش بوكس، وحاجات اقتصاديه وحاجات حلوه وعلى قد الايد، ومش هنكلف نفسنا ومش هنبالغ في اللانش بوكس يا جماعه، عشان في ناس كتير ما معهاش ان هي تعمل لاولاد. بس الصراحه الاولاد كانوا طالبين مني كب كيك من زمان، تلا كانت طالبه مني كب كيك هي ومحمد من زمان. فقلت بقى كده ايه اعمل لهم صينيتين كب كيك او صينيه كب كيك. جبت بقى كده 4 بيضات، وجبت كوبايه سكر، وجبت كوبايه زيت، وجبت كوبايه وربع من اللبن، وضربت كل المكونات زي ما انتم شايفين كده في بعضها. ومعايا حوالي كوبايه ونص من الدقيق. الدقيق اللي هو الدقيق العادي بتاعنا، دقيق الغله عادي، ما اشتريتش دقيق. وجبت بقى اللي هو ايه الكاكاو والحاجات دي كلها وضربت كله بقى زي ما انتم شايفين كده، وهعمل معاكم احلى كب كيك. هتقولي يا دعاء احنا المفروض ان احنا نعمل لاولادنا كده؟ هقولك لا، كل واحد على قده، كل واحد وامكانياته، كل واحد وظروفه. في ناس معاها ان هي تعمل، وفي ناس ما معاهاش ان هي ما تعملش. بس انا الصراحه حبيت ان انا افرحهم اول يوم، واعمل لهم اللي هم يعني عاوزين. تعالى اقول لكم بقى انا بمشي ولادي طول الدراسه ازاي، وتراعي ظروف غيرك ازاي، وازاي ان انت ما تبالغيش في اللانش بوكس. لان انا بشوف حاجات كتير قوي على الفيس، لو هي فعلا حقيقة وبتحصل يبقى حاجة كده فوق العقل وفوق الخيال. سيبك بقى من فكرة انك انت سبلايز والحاجات اللي المدارس او الحاجات دي بتطلبها. لا، احنا نمشي على قدنا خالص، ونشوف اللي موجود في بيتنا نجيبه، ما نجيبهوش، ونشوف اللي مش موجود نجيبه. يعني مثلا هنبتدي زي ما انا قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت، لو انا عندي شنطه ما اشتريش شنطه، لو انا عندي لانش بوكس ما اشتريش لانش بوكس، لو انا عندي زمزميه ما اشتريش. بس انا عشان خاطر السنه دي اشتريت لمحمد كل حاجه الصراحه، عشان انا ما كنتش شاريه اي حاجه السنه اللي فاتت. هعمل الكب كيك زي ما انتم شايفين بقى، السعر بتبقى بتاعه خفيف كده. جبت بقى حاجه كده اللي انا افضي فيها على طول، تبقى لها بوس كده، وافضي فيها على طول، ونتكلم مع بعض بقى واحنا بنتكلم. ولو انا صح قولي انت صح، لو انا غلط قولي انت غلط. انا اول يوم هعمل سندوتشات عاديه خالص، مش زي ما بشوف الاولاد يعملوا برجر، يعملوا ستريبس، يعملوا كفته، يعملوا بانيه، يعملوا الحاجات دي كلها. لا، عشان في غيرنا اساسا اقسم بالله بيعمل عيش وطعميه عادي، وبيحط كمان السندوتشات في الاكياس، مش في لانش بوكس ولا اي حاجه. وفي حاجه كمان انا عاوزه اتكلم فيها، انا بردك هوريكم انا عملت لاولادي ايه، وزودت عشان خاطر ايه، وراعيت بردك ظروف غيري، صاحبك او صاحبة بنتك او صاحب ابنك
اعملي حسابك على طول لو انت بتعملي لعيالك ومعدل اكل عيالك 4 سندوتشات، زودي كمان سندوتشين لاصحابه اللي قاعدين جنبه على الشمال واليمين وصاحبه اللي وراه. وبنتك نفس الحكايه، لو انت هتعملي لها حاجه حلوه زي اللي انا عاملاها النهارده دي. يعني انا مثلا كنت حاطه لكل عيل 3 وحدات كب كيك. عارفه ان انا عيالي اخرهم خالص يوم ما هنقول، اقسم بالله وده اللي حصل وده اللي محمد جه حكالي عليه. اخرهم خالص يوم ما هياكلوا واحده او واحده ونص بالكتير. ده هيرموا الباقي يا دعاء؟ هقولك لا، مش هيرموهم، هيدوا لاصحابهم. فانت عودي نفسك لو هتعملي حاجة حلوة، راعي ان في اصحاب موجودين. لو انت مثلا هتعملي كفتة او حواوشي او برجر او الحاجات دي. وبعدين انا الصراحة مش من الناس اللي برجح اللي انا اعمل الحاجات دي لعيالي مخصوص. انا لو فايض مني اكل برجر او ستريبس او بانيه او كفتة او ايا كان، بحط لها لهم عادي، او حواشي بحطها لمحمد عادي، بس مش بعملها له مخصوص. يعني انا مثلا هعمل النهارده حواشي فايض مني، احطه لها عادي وازود لاصحابي. اهم حاجه لما اعمل الاكل ده وانا ازود لاصحابي. عشان فعلا والله في اولاد ما بتاخدش غير ال5 جنيه وسندوتش الطعمية او سندوتش الجبنة، ولا بتجيب بيض ولا بتجيب لانشول ولا بتجيب جبنة رومي ولا بتجيب الحاجات دي كلها. اخرها سندوتش الطعمية، واخرها ممكن كمان تبقى 100 100 لو عملنا سندوتش حلاوة طحينية. فبالله عليكم يلي بتعملوا افتكاسات في اللانش بوكس ومكسرات والحاجات دي، انا ممكن اعمل ادي لعيالي مكسرات بس اخليهم ياكلوها هنا، ما احطلهمش في اللانش بوكس. لاني كان في ست كبيره كده بتقول لي يا دعاء، قالتها لي لفظيا كده: يا بنتي الزباله بتتحسد، لا مؤاخذه يعني، الزباله عزكم الله بتتحسد. بقول لها ازاي الزباله بتتحسد؟ بتقول لي انتي لو رميتي زبالتك قدام حد، هيبص في الزبالة هيعرف انت عايشة ازاي، يعني هيعرف انت عيشتك مرتاحة ولا عيشتك مش مرتاحة، هتعرف انت بتاكل حلو ولا بتاكل وحش. شوفوا اعزكم الله من الزبالة. فاحنا نراعي الشعور، بالكم بقى الاطفال. فبالله عليكم ان امهات النهارده كمان، وفكرة كمان ان انا ادي لابني في زي محمد كده مثلا رايح سنة 5 ابتدائي او سنة 4 او سنة 3، اديله 30 جنيه. ليه ادي للعيل 30 جنيه و20 جنيه ليه؟ يعني انا كمان انا هقول لكم على حاجه، ده مش بخل. انا مش بخيله مع اولادي، انا نفسي اجيب نجمه من السما احطها بين اولادي، بس إيه، في كده لازم أن يكون في حرص شويه. يعني انا شفت النهارده عيل جايب كيس شيبسي ب10 جنيه، كيس دوريتوس ب10 جنيه، وكيس عصير كل يوم اللي هو مش البيتي بقى. دون يعني لما طفل اساسا يروح المعهد او المدرسة واخد معاه 30 جنيه او 40 جنيه، يعني ليه؟ انا بقيت الصراحة واقفة ومستغربة ومش عارفة الوالد دون ازاي والدته اقل حاجة خالص ادته 40 جنيه مصروف الصبح وهو رايح مع ابني المعهد. فمش عارفة الصراحة. انا بقى كدعاء انا ممكن ادي ابني 10 جنيه 5 جنيه. هتقولي يا دعاء ده ما بتعملش حاجة دلوقتي، اقل حاجة 20 جنيه. ده ما انا هقول لكم يا حبايب قلبي ان في كمان طول النهار في الاولاد قاعدين ياخدوا فلوس. فتيجي تبصي هتلاقي اساسا ميزانية تانية غير ميزانية السندوتشات، غير ميزانية الفطار، غير الحاجات دي كلها. فبالله عليكم نراعي ظروف الاخرين، وبالله عليكم نراعي ظروف نفسنا قبل الاخرين. وبالله عليكم ما نعودش اولادنا على التبذر والحاجات دي كلها. انا كانت دائما مشكلتي مع ابو محمد لسه لغاية الان ان ابو محمد مجرد ما حتى لو هو ادى يعني العيل 5 جنيه او 10 جنيه وجي يبقى خلص اللي معاه واقول له بابا حط كمان 10 جنيه و5 جنيه، يقوم مديله. دي مشكلتي مع ابو محمد. انا لا، انا غير كده. هتقولي بقى انت بخيله، هتقولي انت وحشه، هتقولي انت مش عارفه ايه، انا كده. فانا برضك هقول لكم انا اللانش بوكس بتاعي انا عملته ازاي. لانش بوكس عادي جدا: ثمره فاكهه، حبه عنب، سندوتش جبنه، جبت لهم علبه شوكولاته نوتيلا، وخلاص. وعند محمد كمان لو في بيض ممكن افقش له بيض، جبنه على طماطم، اي حاجه من الحاجات دي بمشي نفسي. الحمد لله والله الحمد. عند محمد اصلا ما بيحبش اللانشون، قليل قوي.
الجبنه الرومي ما بيدوس فيها. هو ممكن مثلا ايه، يعني سندوتش فول، سندوتش طعميه، سندوتش حلاوه، الحاجات اللي هي البسيطه. يعني انا عودت عيالي على البساطه، عودت عيالي ان الدنيا، واهم حاجه اهم حاجه والله العظيم ده اللي حصل. بقول له يا محمد انت اديت صحابك يا حبيبي؟ قال له اه يا ماما، التلات كوب كيك كلت انا واحده، وصاحبي اللي جنبي اديته واحده، وصاحبي اللي ورايا قال لي يا محمد حد ادوقها، قسمت واحده كمان انا وهو. وقال لي يا محمد هات سندوتش من بتاع الشوكولاته، اديته. وانا كمان يا ماما خدت منه 7 موز. مش عيب ولا حرام ان الاولاد يتعودوا اللي هم ياخدوا يدوا مع بعض؟ ده مش عيب برضك. عودي بناتك على كده. يعني انا مشكلتي مع البنات ان هم ممكن البنات مختلفين شويه عن محمد. البنات صعب اللي انت تاخدي منهم حاجه، اما انا عندي محمد لا اللهم بارك بيدي. فنراعي ظروف غيرنا، نراعي ظروف غيرنا. انا بردك لما بجيب مثلا لانشول بجيبه من نضيف هو ما فيش لانشول نضيف بره عشان نكون متفقين، بس بحاول انا انقلهم احسن مصنع واحسن ماركه والحاجات دي كلها. لما بجيبها احسن حاجه. فاصحابه يا محمد انت بتجيب منين؟ بدي. عودي عيالك اللي هم يدوا. جبت مثلا انا معايا سندوتش طعميه، صاحبي معايا سندوتش طعميه او سندوتش جبنه، وماما انا مدياني مثلا سندوتش كفته او سندوتش ستريبس. ما تعوديش ابنك كل وحدك، ما تديش حد. انا مش عايزه اسمع الكلمه دي من اي ام، لان بسمعها كتير. كل سندوتشاتك ما تديش صحابك. ليه؟ هي هتدي صحابها النهارده، صحابها هيدوها بكره. واهم حاجه ما نكلفش نفسنا. ربنا كده يعني عرفوه بالعقل، نمشي كده واحده واحده، ونمشي تاتا تاتا، والامور تمشي معانا كده واحده واحده، ونمشي كويسين. خلاص كنت خلصت بقى المطبخ ماشي، كانت الكب كيك في قلب الفرن، وقلت بقى صح الحلوين المسكرتين المقطقطين دول، وبنفس الوقت كان عندي شويه هدوم اطبقهم. كان في الوقت ده بقى كده الساعة كانت داخلة على 6:30. قلت لمحمد يا محمد بقى قوم البس. عنت له الطقم الشتوي، قلت له بقى ايه اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب. كان عاوز يغير لاني بصور، قال لي لا يا ماما انا مش بغير قدام الكاميرا. قلت له ماشي يا حبيبي. فالبت التالتة كانت لسه نايمه. انا كانوا صعبان عليا قوي النهارده والصراحه، وانا مقوماهم لان محمد عنده لازم انا اوديه اول يوم دراسه. كنت بقى قايله لابو، كنت بتكلم مع ابو محمد بقول له بتضحك عليا، كان بيقول لي مش رايح الشغل وانا هودي العيال، هودي محمد. فلقيته بقى رايح الشغل، فبقول له انت بتضحك عليا؟ قال لي لا لازم انا اروح الشغل عشان ورايا شغل. ربنا يرزقه يا رب، ووسع رزقنا واكبر بخواطرنا، ويرضينا ويرزقنا برزق حلال طيبا مباركا فيه. يعني عاوزه اقول لكم ايه، ان البساطه مفيش احلى منها. كل ما تبقى بسيطه في نفسك وبسيطه في اولادك وبسيطه في حياتك تبقى الدنيا جميله. اكلي عيالك، شربيهم احسن اكل، وشربوهم واكليهم احسن اكل، ولبسيهم احسن لبس، بس بالعقل بالنظام وبالتوفير وبالتدبير، عشان خاطر الظروف اليومين دول عدد صعبة، والدنيا عدد غلا على الكل، والامور اساسا ما عادتش تسمح ان حد يبقى كل يوم حلو حلو وكل يوم وحش وحش. انتوا بقى قولوا لي في الكومنتات انتوا مشيتوا يومكم ازاي، وانتوا معودين عيالكم على ايه، والنظام على ايه، ومعودين عيالكم يدوا صحابهم ولا لا، ولا انتوا من الناس اللي بيقولوا لعيالهم ما تدوش حد والحاجات دي كلها. وانتوا برضك من الناس اللي بتمشوا عيالكم وتخشوا تناموا، ولا زي كده بتقوموا تخلصوا اللي وراكم؟ انتوا عارفين يا حبايب قلبي انا بقوم من بدري كل يوم بقى في الدراسة. بقوم من الساعة 6 اعمل سندوتشاتهم على 6:30، اقوم اصلي. لو هصلي الفجر اصحى من بدري وارجع انام شوية، وارجع اصحى تاني الساعة 6:30. اصحي محمد يلبس واشوف اللي ورايا ايه، واروح شغل انا كمان بقى. نتكل على الله عشان ربنا يكرمنا ويرضينا ويوزع رزقنا ان شاء الله باذن الله. وزي ما انتم شايفين خلصت الشقه اقسم بالله كان في اليوم دون. بس انا بصي بسجل لكم الفيديو ده يعني كان اخر اليوم بقى، ما عرفتش انزله لكم النهارده. يعني الصراحه ده بتاع يوم الاثنين، محمد كان اول يوم دراسه ليه الاثنين، هينزل لكم اللي هو الثلاث بكره. انا بقى بسجل لكم الفيديو دلوقتي الساعه 11:30 او 12:15 وانا فاصله دماغي حرفيا بقى ما عدتش قادره تشيل. يعني رجليا زي ما بيقولوا كده ما عادتش شايلين. ليه بقى؟
لان طول النهار بصوا كان كمان على الساعه 11 ونص كنت مخلصه الغدا، بس طبعا الفيديو طويل قصرتهم لكم في حاجه بسيطه كده. محمد كان مبسوط قوي فرحان قوي ان هو رايح النهارده بقى المعهد، اول يوم دراسه ليه، بيبقى مبسوط وفرحان. يا رب اشوفه حاجه حلوه في الدنيا كده، وربنا يكرمه يا رب ويكبر بخاطره ويجعله من الناجحين ويحقق له كل احلامه ويعوضني فيه خير، ويجعله سند ليا ولابوه في الدنيا ولاخواته، ويجعله حنين على اخواته. اللهم امين يا رب العالمين. بصوا بقى الاوضه نظيفه، انا كنت مقلبه الشقه كلها امبارح ومروقاها ومنضفاها ومظبطاها، قلت بقى عشان خاطر اول يوم دراسه ما اعملش فيه اي حاجه، يا دوبك بس كده شغل المكنه على السريع المكنسه و... والدنيا. انا مش ام مثاليه قوي، بس بحاول ان انا ابقى ام مثاليه، يعني عشان ما حدش يفتكر ان انا الدنيا عندي واو يعني. لا انا بحاول ان انا ابقى ام مثاليه، الدنيا عندي تبقى نظيفه، الدنيا تبقى عندي رايقه، الحاجات دي كلها. ابو محمد بقى كان رايح شغله، كان بيدي كل واحد مصروف، وانا بقول له كمان انا ماليش مصروف. قام بيقول لي انت عاوزه إيه؟ انت ما خدتيش مصروف خالص، ده انت بتاخدي مصروفك اول الشهر. قلت له لا انا نفسي، انا عاوزه كمان زيكم مصروف. فات ده تلا 10، محمد 10، وايمان 5. فبقول له انا كمان بقى انا عاوزه مصروف، هاتلي مصروف. قام بيقول لي لا انت معاكي طول الشهر، بس في الاول وفي الاخر ربنا يخليه لي يا رب ويبارك لي فيه. شوفوا لما يطلع الفلوس من المحفظه يحاول اللي هو يداري وانا ببص فاهمه ما. المهم اداني 100 جنيه مصروفي. يلا الحمد لله، نبشر نفسنا بها، نبشر نفسنا بال100 جنيه. يلا الف حمد والف شكر لك يا رب. المهم بقى يا بنات، كنت خلصت بقى اوضه الاولاد ودخلت عندي على اوضه النوم بتاعتي. وتلا سرحت لها شعرها، والدنيا بقى كلها كانت لطيفه خفيفه هي، والاوضه بردك ما فيهاش اي حاجه، والهدوم انا كنت نشرها الصبح بدري. تعالوا بقى اقول لكم عملت ايه في اللانش بوكس. اللانش بوكس بتاعي عباره عن ايه؟ عن كب كيك النهارده، سندوتش نوتيلا وسندوتش جبنه، ثمرة تفاح. كنت اعمل لهم رمان، قالوا لي لا يا ماما مش عايزين رمان. كان عندي شويه عنب كده فايضين من 3 4 ايام فاتوا في طبق، غسلتهم كويس وعملتهم وخلصت الحوار على كده. مفيش افتكاسات بقى، مش هعمل برجر، مش هعمل كفته، مش هعمل بانيه، مش هعمل ستريبس، مش هعمل الحاجات دي خالص. عاوزه انوع لهم، يعني اللي انا انوع لهم في الاكل. في ناس كتير كتبت لي في الكومنتات الجبنه مش حلوه، يعني الجبنه وحشه على الذاكره. انا عامله عسل بالمكسرات، اديت كل واحد معلقه على الصبح كده تنفعهم، يعني قلت لهم عشان تقويكم وتنبهكم كده. هو كده كده البرطمانين الاتنين اللي احنا كنا عاملينهم بدأوا يخلصوا، فان شاء الله بقى تاني نجيب برطمان عسل تاني ونعمل مكسرات تاني، والحوارات دي نعملها تاني بقى. فالمهم بقى بصوا، عملت لانش بوكس لمحمد والتلا والايمان، جبنه ونوتيلا وثمرة تفاح وحبه عنب، والاتنين الكب كيك. والله العظيم يشهد الله اللي انا مزوده لعيالي، عشان لو ادوا صحابهم. اهم حاجه عن واد عيالك ان هم يدوا لاصحابهم. الناس بقى اللي بتقول لي ازاي انظم يومي، وازاي اصحى بدري، وازاي ان اليوم يبقى فيه بركه، وازاي احس باليوم. بصي يا حبيبه قلبي، لو انت عندك اولاد زينا كده بيصحوا بدري، بيصحوا بدري، صح اولادك مشيهم، صلوا الصبح قبل اي حاجه، او انت لو مثلا لو بتصلي الفجر قبل اي حاجه قولي اذكارك بردك، الحاجات دي كلها. مشي اولادك، اشربي كوبايه الشاي، روقي شقتك وحتتك، هتبقى على الساعه 10 9:30، هقول 10 10:30 بالكتير، بعد كوبايه الشاي هيكونوا مخلصه شقتك. ولادك هيرجعوا من المدرسه او من الحضانه الساعه 1، الساعه 10 هتخشي ناميلك، هتنامي 11 و12 و1. هتصحي الصبح، هتصحي بقى تعملي لهم الغدا، تصحي تعملي لهم ايه الغدا. لو وراهم دروس وراهم، ما وراهمش خلاص. انا واحده من ضمن الناس لا بعمل ايه، بصحى بدري مع اولادي، اعمل لهم زي ما انتم شايفين كده، ده يوم اقسم بالله يوم الطبيعي، بس اخلص اللي ورايا زي ما انتم شايفين كله كده، واعمل لهم غداهم واغديهم اما ييجوا على الساعه 1، واخش انام لي بقى الساعه كام، انام من 1 او انام من 2، اصحى بعد العصر
سواء بعد العصر دون كان في الساعة المتغيرة اللي هو بدأ نقسم الساعة 3 أو 2:30، سواء بعد العصر اللي هو حاليا دلوقتي بدأ الساعة 4. فبغض النظر عن أي ميعاد أنا لازم أنام لي في أيام الدراسة دي ولو ساعة، لو ساعة أو ساعتين، معرفش منامش. وده كان اللانش بوكس بتاعنا النهاردة اهو. حتى لكل واحد 2 كب كيك أو 3 كب كيك. محمد بيقول لي يا ماما 2 كفاية، قلت له لا يا محمد عشان لو انت اديت لاصحابك تبقى ايه يا حبيبي حاجتك ايه، حاجتك موجودة ايه معاك. تعالوا بقى نعمل بتاع ايمان. حطت لها 1 جبنة و1 نوتيلا، وحطت لها 2 كب كيك، وحطت لها ثمرة فاكهة كده. بقى ايه يكون اللانش بوكس ايه بتاعهم. حطت لهم كل الحاجات اللي هي بردك يعني مش هقول مغذية قوي. وعملت بردك عصير لمحمد، عصير بالموز باللبن. قولوا لي يا بنات العصير ايه اللي يبقى مغذي ومفيد كده على الصبح، يعني اكتبوا لي في الكومنتات عصير ايه اللي يبقى مغذي وكويس وحلو على الصبح. دي كمية الكب كيك اللي طلعت فاض وحطيت في صينية. افتكرت بقى ان انا عندي قوالب كب كيك تانية كتير بس ما عنديش ورق كده. بقى خلاص خلصنا والاولاد واخدين نفسهم رايحين. كان نفسي اوريكم المعهد، كان نفسي اوريكم كل حاجة حلوة، بس للاسف التليفون فصل شحن. هنا بقى على السلم كده الاولاد عاوزين يصوروا، قلت لهم ماشي هصوركم، فالتليفون فصل شحن. ربنا يجعله عام دراستي سعيد عليا وعليكم، اللهم امين يا رب العالمين. كده بقى خلاص كنت وديت الاولاد والدنيا خلاص هديت ومفيش اي حاجه، بس الاوضه كانت ايه، قلت لو في حاجه واقعه على الارض كده ولا حاجه اعملها بالمكنسه. وده كان يومنا، وكان يعني يوم جميل الحمد لله على كل حال. اكتبوا لي بقى في الكومنتات يوم كنتوا مشوا ازاي. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو، بالله عليكم راعوا ظروف الناس. في ناس حرفيا اقسم بالله ما لاقيه تاكل عيالها، ولا لاقيه تشرب عيالها، ولا لاقيه تجيب لها حتى سندوتش الطعميه. لان زي ما انا قلت لكم انا شفت النهارده مواهب في اللانش بوكس، او مواهب ان انا ادي عيل على الصبح 40 جنيه. ليه حبيبتي ليه تديله 40 جنيه ليه؟ كيس دوريتوس ب10، وكيس شيبس ب10، وكيس عصير اللي هو البيتي دون اقل حاجه خالص ب15 جنيه 35. وزمان الواد معاه فلوس ليه؟ لا حرام، حرام بجد. نراعي ظروف، مش هقول راعي ظروف نفسك، راعي ظروف الاخرين، راعي العيال اللي حواليكي، راعي العيال اللي حواليك. بصوا يا جماعه احلى حاجه بقى انك تصحي الصبح لو انت عندك شباك او عندك بلكونه زي كده تفتح، تصحي الصبح بقى كده تفتحيها تشم الروايح. بالذات كمان لما يكون انت قاعدة قدام جنينة زي كده او اي حاجة، روايح تانية. بصوا انا بفتح الصبح كده بقالي اسبوع تشم ريحة الياسمين والفل وريحة البرتقان وريحة حاجات حلوة كده. يعني الحمد لله على كل حال. ربنا يكرمنا ويرضينا ويكبر بخاطرنا ويوسع رزقنا جميعا، ويرزقنا من حيث لا ندري، ويرزقنا من حيث لا نعلم، اللهم امين يا رب العالمين. واجعلوا عام دراسي سعيد عليكم وعليا وعلى أمة محمد أجمعين إن شاء الله بإذن الله. يجعلوا عام دراسي كده كله هنا وكله سعادة وكله سرور. ومش قادرة بصوا أقول لكم يعني الحمد لله الواحد مبسوط وفرحان قد إيه إن أنا أنجزت الشغل ده كله يعني والله. وحاسة بقى إن أنا قاعدة مرتاحة كده طول اليوم، ما عملتش أي حاجة، حابه الصبح وخلاص، يعني اشتغلت الصبح كده وخلاص. حطوا اللايك بقى يا اخواتي، لو كنتوا وصلتوا لغايه هنا ما حطوش اللايك حطوا اللايك. السراير بردك عندي هنا نظيفه، الدنيا نظيفه، انا مسحه امبارح، عملت بس كده يا دوبك بالمكنسه وخلاص، مش اكتر ولا ايه ولا اقل. اتمنى بقى الفيديو بتاع النهارده يعجبكم فضلا وليس امرا. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وعملوا كلمه الكل عشان كل ما ننزل فيديو يوصلكوا اشعار بيه.